سلام سلام، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما تشوفوا انا حبيت نبارطاجي معاكم رز بسمتي، نقدر نقولوا برياني بالكروفيت. يجي بنين، هو طريقه سهله جدا جدا جدا. والمهم تابعوا الفيديو الاخير وما تنسوش البارتاج والاشتراك في القناه. يلا نشوفوا. انا نجيب الريسيبيون تاعي، نجيب هذا الرز بسمتي ونحطه في البول، ومن بعد ندير فيه الماء. شوفوا هنايا انا من بعد نغسله مليح 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 حتى يتنحى منه النشا نتاعو، هذيك البيوضيه كامل لازمها تتنحى. ومن بعد انا نديرها في المصفاة ونبدل الماء ونخليها تقريبا نص ساعه هكا في الماء. كما راكم تشوفوا هاني نغسل فيه مليح، نحي منه النشا في الصفايه هذه. ومن بعد نجيب هذاك الريسيبيون ندير فيه ماء يكون نظيف ونحطه كما قلت لكم نص ساعه ساعه. وهنا نروح نطيب الصوص نتاعها. نجيب ندير الزيت في المقلاة وندير بصله مع الثوم، بصله صغيره هكذا، ودرت معها الثوم ورحيتهم مليح كما شفتوا هكذا. نجيب الفلفل الاسود وندير لها شوفوا عندي هذوك الحبيبات هذوك نديرهم لها. نسيت الاسم نتاعهم والله. لهنا ندير شويه تاع ماجي، هذاك اغوم ماجي هذا نديرو، تقدروا تستغنوا عنه يعني مش شرط هكا. درت الفلفل الاحمر، اذا عندكم هريسه تقدروا ديروا هريسه. كما تعرفوا هذا الرز شويه يحب تكون فيها حاره يعني شويه. ودرت شويه تاع طماطيش، ولهنا درت هذاك الكولورون الزعفران هذاك درتو هكا باش تكون فيه اصفوريه. نبقى نجمر فيها مليح مليح مليح. وندير الكزبر. الكزبر انا درت معدنوس، ما عنديش الكزبر، نديرو الكزبر يكون احسن. ومن بعد شوفوا نطيب نجمرها مليح وندير شويه تاع الماء ونغطي عليها ونخليها حتى تخفر. وفي الاخير الا هنا كما راكم تشوفوا درت لها الملح. ومن بعد نحي هذوك اللي درتهم، اللي ضفتهم هذوك الحبيبات اللي ضفتهم، انا والله نسيت الاسم تاعهم. ومن بعد الرز طيبته في الماء، يعني بدلت الماء وطيبته مدة يعني حاجة قليلة هكا جوست غلا. ومن بعد طفيت عليه هذا مكان، ومن بعد غسلت الروز بيان سور. وهنا نخليه نطيبه كما هكذا مع لاصوص. ودرت الكروفات، هذيك الكروفات غسلتها مليح ودرتها في الاخير. ومن بعد هنا كما راكم تشوفوا نخليها يكمل الطياب تاعو، باسكو الروز راني ما كملتوش ما طيبتوش، طيبته جوست نص طياب. ونخليه في لاصوص حتى يتشرب مليح وينشف لي. انا نطفي عليه و ديجا شوفوا نقفل عليه النار ونطفي عليه. انا درت الغيزه ساك غسلتها مليح، ومن بعد كما قلت لكم ونخليها حتى تتشرب مليح باش هكا الروز ينشف. انا نقلب فيه باش هكا كامل يتخلطوا مع بعضهم، يدخل هذاك الزبيب يعني يدخل في بعضهم كامل، كروفيت تو كلش. ومن بعد نخليها نقفل عليها ونخليها كما تشوفوا هنا صايي. دوكا نطفي عليها ونخليها تتشرب مليح هذا مكان. ومن بعد صايي بعد ما تشربتيتو نجيب الصحن تاعي وباش نقدمه يعني. وها أريكم.